مدينة الطبقة الكرام باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بكافة مجالسها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، نقف اليوم وقفة عز وشموخ، وقفة من يبحث عن السلام في وجه من يريد دمار البلاد والعباد. لا يخفى عليكم ما تقوم به دولة الاحتلال التركية الفاشية من تهديد لأمن مناطقنا وضرب الاستقرار فيها، وآخرها ما حصل يوم أمس ليلا من قيام تركيا بضرب الشريط الحدودي على مناطقنا ومناطق الشحباء لتحويلها إلى مستعمرات يمارسون عليها أبشع أنواع التهجير والتشريد والقتل والتغيير الديمغرافي، قياسا على ما فعلوه في عفرين وتل أبيض ورأس العين والمناطق المحتلة الأخرى. وهذا إن دل فإنما يدل على نية تركيا بتحقيق ما تصبو إليه وإحياء الاتفاق الملي. إننا ومن هذا المكان نؤكد لأهالينا في الطبقة وكل أبنائنا في شمال شرق سوريا والعالم أجمع بأننا لن نقبل باعتداء تركيا السافر، وسنكون جنبا إلى جنب مع قواتنا العسكرية لمنع تركيا من تحقيق أهدافها وما قامت به الدولة التركية بزعامة أردوغان، ومن معه سيتحملون النتيجة. وسيكتب التاريخ أن أردوغان كان سفاحا في قتل النساء والأولاد وتشريد الأهالي وسببا في هجرة الشباب والتغيير الديمغرافي. نحيي قواتنا العسكرية على خطوط الجبهات، الأبطال الصامدون في وجه الغزاة الطامعين بخيرات بلادنا، قواتنا التي دافعت عن الأراضي السورية وما زالت تدافع عنها اليوم على أتم الاستعداد والجهوزية لصد أي عدوان تركي غاشم على مناطقنا. وإننا في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة نطالب التحالف الدولي وأعضاء حلف الناتو بعقد اجتماع طارئ حول قيام تركيا باستهداف مناطق عين عيسى وكوباني وديري.